السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدين قناة اللبن الذكر النادر، أحييكم أينما كنتم. اليوم إن شاء الله نشارك معكم هذا الفيديو جديد ونتكلم فيه إن شاء الله على هذا الصحن من الطاووس. هل هو طاووس حر أم مزيف؟ هنا العديد من الصحون طاووس مثل هذا، هنا أيضا علامة الطاووس الحر، وهذا أيضا من الطاووس الحر. وهذا أيضا فيه علامة الطاووس الحر. وهذا أيضا طاووس، لكن تختلف هذه العلامة. وهذا أيضا العلامة تختلف. وهذا أيضا طاووس حور. وهذه أيضا علامة الطاووس الحور. الطاووس الحور كيف نعرف أنه طاووس حور؟ يكون الطاووس الحور مصنوع من الطين البروسولين. طين الطاووس الحور يصنع من الطين اسمه البروسولين. هذا الطين نادر جدا، ومع مرور الزمن يتغير لون هذا الطين إلى الأصفر. وتكون فيه رنة هذه. مثل الساعات. والآن نشاهد نوع آخر من الصحون وفيه نفس الطين المصنوع منه طاووس الحور، طين البروسولين. مثل هذا الصحن الذي يعود إلى لويس الخامس عشر ملك فرنسا. هذا أيضا مصنوع من الطين البروسولين. نشاهد هنا، لاحظ معي هذا اللون الأصفر، هذا هو الطين البروسولين، وهنا واضح جدا. وهنا واضح الطين جيدا. لاحظ معي اللون، مع مرور الزمن يصبح في هذا اللون هذا الطين. هذا هو الطين البورسلين. والصحن الطاووس الحر إن كان مصنوع هذه الرسومات باليد يكون لديه قيمة عالية جدا.
ويكون لديه ثمن محترم جدا. وإن كان هذه الرسومات ليست باليد، يكون الثمن تقريبا 300 درهم أو 400 درهم مغربية. لأن هذا الصحن هو أيضا مصنوع من الطين البوروسلين. أما هذه الألوان ليست هذه الألوان باليد. إن كانت هذه الألوان باليد يكون هذا الصحن يساوي تقريبا 1000 يورو. هذا ما كان لدي اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.